السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي رسالة على السريع كده للاعيبة الزمالك فريق كرة القدم والجمهور نادي الزمالك، وركزوا في الكلمتين اللي هقولهم لكم دولت كويس قوي يا جماعة. إن شاء الله احنا يوم السبت هنلاعب الأهلي. الماتش رقم 15 في المرحلة الأولى من الدوري العام، انتوا عارفين الدوري دلوقتي بقى 17 ماتش، اللي هم مرحلة الدور الأول إن كل فريق بيلعب ال 17 فريق التانيين 17 ماتش، وبعد كده بنعمل حاجة اسمها مرحلة البلاي أوف، إن إحنا بناخد التسعة الأوائل والتسعة اللي تحت. التسعة الأوائل بيطلع كل واحد بعدد النقط اللي معاه، بيلعبوا مع بعض، كل فريق بيلعب ماتش واحد من دور واحد، يعني 8 ماتشات. النهارده الأهلي فارق عن الزمالك 5 نقط، وبيراميدز فارق عن الزمالك 6 نقط، وانت في المركز الثالث. سيبك، يعني مش تقليل من المصري ولا الناس اللي ورانا، لكن خلينا اتكلم في الناس اللي انا بنافسهم، فانا مش هبص اللي تحت، انا ببص للي فوقي. النهارده الزمالك عنده 25 هدف، وبيراميدز والاهلي اعتقد 26 زينا، اعتقد هما الاثنين زينا يعني. ولكن الفرق الاهم هو ان احنا داخل فينا 14 هدف، والاهلي داخل فيه 8، وبيراميدز داخل فيه 6 تقريبا او 7. يعني احنا تقريبا الاهداف اللي داخله في الزمالك تقريبا قد كل الاهداف اللي داخله في بيراميدز والاهلي. يعني احنا عندنا في كارثه في استقبال الاهداف. احنا فيما يخص الجزئيه الهجوميه بتاعتنا، واحنا بنحرز اهداف قد ايه، الزمالك تقريبا زيهم نفس الارقام تقريبا، ولكن احنا مستقبلين اهداف كتير. طيب النهارده انا الاهلي فارق عني 5 نقط، وبيراميدز فارق عني 6 نقط، وباقي الماتش اللي هو بتاع الزمالك والاهلي ده، وبعد كده فاضل ماتشين تانيين. فلو الاهلي فاز على الزمالك في الماتش ده، انا بضمن لكم ان كده الزمالك بره المنافسه تماما، الموضوع انتهى، حسم، بقت المنافسه ما بين الاهلي وبيراميدز، والزمالك طار شكرا. ليه؟ الاهلي هيبقى فارق عنك 8 نقط، وبيراميدز هيبقى فارق عنك 9 نقط، وفاضل ماتشين من الدور الاول فقط لا غير. حتى لو انت كسبتهم هم حافظوا على الفرق، فانت هتدخل مرحله البلاي اوف اللي هم عباره عن 8 ماتشات، وبتتمنى قال ايه يعني ان الاهلي وبيراميدز كل واحد فيهم يخسر 8 و9 نقط، قال وانت هتكسب الثمانيه. فلو الاهلي الزمالك خسر ماتش الاهلي اللي جاي ده، خلصت، انت بره الدوري. دي تبقى اول بطوله حسمت السنه دي احنا براها، ودي تبقى كارثه وعيبه قوي في حق لعيبه الزمالك. الاهلي معاه 32 نقطه من اصل 42 اللي هم ال 14 ماتش اللي لعبهم لحد دلوقتي، عمل 5 تعادلات، خسر منهم فيهم 10 نقط. تمام؟ ده برضو رقم مش بسيط، يعني على كل الصفقات اللي عند الاهلي والهليله اللي معموله عليه. لو شفنا الماتش بتاع من كام يوم مع غزل المحله عمل ماتش عالمي، لولا قله خبرات لعيبه المحله، ولولا ان طبعا الكواليتي بتاعت لعيبه الاهلي اكيد اعلى من لعيبه غزل المحله، بالاضافه للخبرات والكلام ده كله والهاله الاعلاميه والرعب اللي لعيبه المحله نازله فيه. والله العظيم غزل المحله كان ممكن يكسب وبسكور كمان. الاهلي كسب 1-0 بالعافيه، بالعافيه. الكلام ده شفناه، بس الكلام ده كان راجع لايه؟ الكلام ده كان راجع ان لعيبه غزل المحله، وانا افتخر بيهم، من راجل طنطاوي انا فخور بيهم، رجاله، عيال رجاله. امبارح نزلوا مع المصري درس في الكوره، كسبوا، رجاله رجاله. الماتش ده حتى وان كانت الفنيات بتاعت الاهلي اعلى منك، يعني هكلمك عن غزل المحله الاول. لعيبه الاهلي فنياتهم كانت اعلى من غزل المحله. ايه اللي عوض فرق الفنيات؟ رجوله لعيبه المحله، نخوه لعيبه المحله. فانت النهارده يا لعيب الزمالك اللي داخل الماتش الجاي ان شاء الله، وانت عارف ان انت لا قدر الله لو خسرت خرجت تماما من المنافسه وبقيت بره، والموضوع حسم ما بين الاهلي وبيراميدز، مع كل التوفيق ليهم طبعا يعني، ولكن انا بتكلم عن فرقتي انا. فانت حته انك تخسر الماتش الجاي دي كارثه كبيره. ارجوكوا، ارجوكوا خلي عندكم نخوه، خليكم رجاله، انسوا موضوع الفلوس والكلام ده كله، وافتكروا انكم وراكم جمهور بيعشقكم، وراكم احلى جمهور في العالم، جمهور بيشجعكم على المره بس، عشان احنا نادرا اصلا ما بنشوف حلوه معاكم. احنا ما احنا زي جمهور الاهلي اللي على طول الاهلي بيكسب، ولو جه عليهم اوت بس بيطلعوا يخلصوا عليهم. انما احنا غالبا شايفين مره بس، ومع ذلك احنا واقفين في ظهركم على طول، عمالين نزق فيكم زي العيل الخايب اللي احنا عمالين نغششه في الامتحانات. اعتمدوا على نفسكم المره دي وخليكم رجاله. انتوا خدتوا منهم من كام يوم السوبر الافريقي، انسوا كل الاسماء دي، هم لا معاهم ميسي ولا معاهم كريستيانو، كلهم لعيبه عاديه جدا وغالبينهم قبل كده. انزلوا خليكم رجاله. يا عواد، يا مدافعين الزمالك، خليكم رجاله، ما يدخلش فينا اهداف، كفايه علينا الاهداف اللي داخله فينا كده، لان احنا لو دخل فينا اهداف تانيه هتبقى خيبه. ومن فضلكم بقى الرساله الاخيره دلوقتي لجمهور الزمالك مش للاعيبه الزمالك، اوعوا تفتكروا ان هم يعني مش لاقيين ياكلوا، وان هم ظروفهم صعبه للدرجه دي. انا عارف ان في مشاكل اداريه ومشاكل ماليه وكل الكلام ده، ولكن احنا واقفين فيها دايما في ظهرهم. والله العظيم احنا لما بنتغلب بتتكسر نفسنا وبيتكسر قلبنا من الحزن والزعل. وجمهور الاهلي طبعا هم حبايبنا واخواتنا، بيحفلوا علينا وبتبقى حاجه مهينه. خلوا عندكم دم، واحترموا جمهور الزمالك اللي بيحبكم واللي بيتكسر قلبه عشانكم، واكسبوا الماتش ده. اما جمهور الزمالك
ادعموهم طبعا، ادعموهم، ولكن اوعوا تلتمسوا لهم اعذار هزيمه من دلوقتي، والمؤامره والحكام، والاهلي عنده فلوس، والاهلي عنده تنين مجنح بيطلع نار من بقه، والاهلي عنده سوبرمان وسبايدر مان. 11 لعيب ضد 11 لعيب، يا تبقوا لعيبه زي رجاله زي لعيبه المحله وعندكم نخوه وتحترموا الفانيله اللي انتوا لابسينها دي، وتحترموا اللوجو ده، وتحترموني انا كمشجع انا وملايين تانيين، يا تشوفوا لكم شغلانه غير الكوره. انا عارف ان عندنا مشاكل كتير، ولكن اثبتوا انكم رجاله، الموضوع ما هوش فلوس. الرجوله مش بفلوس، ياما رجاله وابطال وناس محترمه ومعهاش فلوس. بالله عليكم شدوا حيلكم وما تكسروش نفسنا يوم السبت. رسالة دي لعيبة الزمالك والجمهور الزمالك، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لفريقنا يوم السبت إن شاء الله. سلام عليكم.